لاخويا وصديقي الفنان محمد رياض رئيس المهرجان. انا الحقيقه النهارده مبسوطه جدا وده لسببين. اول سبب ان المهرجان على اسم الفنان القدير الزعيم عادل امام. والسبب الثاني اني اتشرف بتقديم جائزه كبيره لفنان متميز، فنان عظيم فعلا. مشوار من هنا ابتدى من على المسرح، لان المسرح هو ابو الفنون. قدم لنا اعمال فنيه راقيه وادوار متميزه ما بين سينما وتلفزيون، وضع بصمته على كل عمل شارك فيه. انا شخصيا بشوفه انه جوكر. لو لعب اي دور هيبهرك بصدقه، مشاعره واتقانه ومعايشته للشخصيه اللي بيقدمها. وغير كل ده فهو فنان مثقف واعي، كتب قصص قصيره، لحن اغاني، والمفاجاه انه كمان عازف عود شاطر وموهوب جدا. باختصار نجم بريء وبيزيد يوم عن يوم. انا كان نفسي ونفسنا كلنا وهو شخصيا انه يكون معانا النهارده، بس للاسف ظروف خارجه عن ارادته خلته مش هيقدر يكون موجود. ولكن في الاخر يشرفني يسعدني اني استعير بالكاتب الكبير صلاح منتصر الذي اطلق عليه الفنانون خالد الصاوي. ويتسلم الجائزه عنه اداره المهرجان. أسرة مع بعض ومبروك على مبروك. ما يقولش راجع في مصر. أنا زي بالظبط عشان ما يكونش موقفي في القضية سيء. أنا مش عارف ما تفكرش كويس. من جماعة الإخوان عند كيف؟ بالعقل مستمر في